عدم منافسة ليفربول على الصدارة مع أرسنال ومانشستر سيتي، حيث أنه متبقي له مباراتين أو 3 مباريات فقط: توتنهام ومانشستر يونايتد وأستون فيلا. في هذه اللقطة نشاهد حوار محمد صلاح، أو بالأحرى شجار محمد صلاح، الذي دار مع المدرب يورجن كلوب، وذلك كانت النتيجة 2-1 لليفربول. كان ليفربول متقدما بهدفين مقابل هدف واحد في الدقيقة 78. تم استبدال محمد صلاح، أو كان واقفا على الخط، ولكن في هذه اللحظة سجل ويست هام الهدف الثاني، هدف التعادل. فلقد لاحظ الجميع ولاحظنا جميعا شجار بين محمد صلاح ويورجن كلوب على خط التماس. ما الذي دار؟ وأوضحت الصورة في الإعادة أنه كان شجارا عنيفا، وهذا يدل على وجود تخبطات ومشاكل كبيرة بين يورجن كلوب ومحمد صلاح. وهذا بالتأكيد ما حدث خلال الفترة الأخيرة من سقوط لأداء اللاعبين ومستوى اللاعبين، أبرزهم طبعا محمد صلاح. وهذه اللقطة تؤكد ذلك. نعرض لكم اللقطة والشجار الذي دار بين محمد صلاح ويورجن كلوب على الخط لحظة تبديل محمد صلاح، ولكن لولا تدخل اللاعب نونيز الذي كان هو الآخر سيستبدل مع محمد صلاح. فلقطة عنيفة وشديدة تبين الكثير والكثير مما حدث وما يحدث في الدوري الإنجليزي، خاصة هذا الموسم مع ليفربول، موسم الذي كان رائعا جدا وحافلا بالأحداث المثيرة والعجيبة. هذا ما حدث مع محمد صلاح ويورجن كلوب الألماني في أثناء مباراة ويست هام وليفربول. هذا من وجهة نظري أن التذبذب الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، تحديدا الشهر الأخير في المباريات الأخيرة مع يورجن كلوب وليفربول بصفة عامة، من وجهة نظري هذه المشاكل هي التي تبين أن هذا الذي يحدث هو مشكلة مع الجماهير، وعفوا مشكلة مع اللاعبين مع يورجن كلوب. هذا من وجهة نظري.